في شاعر قال قديما: كل من تلقاه يشكو داره. ليت شعر هذه الدنيا لمن؟ فالناس يشكون. اللي عنده يرد عليه مثلا في الشهر 5000 يشكو لأن رفيقه أو قرينه يدخل عليه 6، أو يعطى مرتبا أكبر من مرتبه، أو يربح أكثر من ربحه. في قضايا الرزق أكثر الناس يشكون من ضيق أرزاقهم، لا لأنها لا تكفيه، بل لأنه يطمع بأكثر. ومهما أعطي الإنسان فإنه لا يشبع ولا يقنع. لو كان بالحديث لو كان لابن آدم، اللي أحفظه، واديان من ذهب أو واد من ذهب لابتغى له ثانيا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. الرسول بعدين يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ما بيقنع الإنسان. بينما الشيء المقدار الذي لا بد منه والذي يحتاج إليه هذا كفله الله له. ربنا أقسم بالقرآن بكثير من مخلوقاته، لكن في باب الرزق شو قال؟ قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلاص، ما دام ربنا يقول أن الرزق في السماء ينبغي أن نصدق. فأكد ربنا قوله، وقوله لا يحتاج إلى تأكيد بالقسم، وأقسم هنا بذاته. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق. حق بلا شك، حق. فأكد حقيته بقسمه بذاته جل وعلا. فالمسلم شوفوا، أول شيء يعتقد أن الرزق مقسوم. هل معنى هذا أنه إذا كان رزقي مقسوما أني أرضى وأقعد ولا أوسع تجارتي ولا أسعى إلى رفع درجتي إذا كنت موظفا؟ لا لا لا، تعمل كل هذا. عليك أن تعمل، تبذل جهدك كله المشروع، تسلك تعمل كل الوسائل المشروعة لزيادة الرزق، لكن بعد ذلك ترضى بما قسم الله. بعد أن تبذل جهدك كله ترضى بما قسم الله.